السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيا لو دي اول مره بتتفرج على المنهوه دي انصحك عزيزي تروح تشوف الثلاث اجزاء اللي فاتوا علشان تفهم الاحداث. رابط الاجزاء اللي فاتت هتلاقيهم في الوصف او في التعليق المثبت مع الاسم لو انت عايز تعرف اسم المنهوه، او في اكتر حاجه بفضلها علامه الاي اللي هتظهر لك فوق على الشمال او فوق على اليمين على حسب الموبايل بتاعك انجليزي او عربي. وثالثا بقى وده الاهم، تقدر المجهود، تعمل لايك، سبسكرايب، تعليق، كومنت، شير، تتابعني على الانستا، تتابعني على السناب شات، تسال عليا لو تعبت. A few moments later. يبقى ما بيننا صلة رحم يا عزيزي. انا مش عايزك تعتبرني مجرد واحد حسالة بتتابعه في وقت فراغك، لا 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 لا، فضفض لي يا عزيزي، فضفض لي، اعتبرني اخوك الصغير او اخوك الكبير على حسب انت اكبر مني او اصغر. المهم يعني انا عايز العلاقة بيننا تبقى احسن من كده بكتير يا عزيزي. صف النية يا عزيزي، صف النية، ها صف النية. المهم من غير ما اطول عليكم اكتر من كده هسيبكم مع فلاش باك صغير لاحداث الحلقة اللي فاتت. في احداث الحلقه اللي فاتت الاخيره شفنا ان شياو بيهجم على لينج من قبل ما المعلم يانلي يبدا المباراه، وده بسبب ان المعلم يانلي كان بيحقد جدا على لينج، فعلشان كده ما اعترضش على هجوم شياو المتسلل. وبعد كده شياو اكتشف ان لينج عشان يهجم عليه محتاج يقرب من شياو علشان هو بيستخدم ايديه في الهجوم، فعلشان كده قرر شياو انه يستخدم على لينج الهجمات من المسافات البعيده زي التنانين الناريه اللي بيهجم شياو بيها على لينج علشان يخرجه بره الحلبه. بنشوف بعد كده لينج اللي كان محاصر ما بين التنانين الناريه ما كانش عارف يعمل ايه بالظبط، بس بيقول انه هيجرب يستخدم حركه قويه، بيبتسم كده وبيقول انه هيستخدم التكنيك السري بتاعه. وكان التكنيك السري ده ان هو مسك التنينين وضربهم في بعض. وبعد كده بيسال شياو عن رايه في التكنيك السري بتاعه، وبيعرف شياو ان هو فضل يتدرب على التكنيك ده عن طريق تدريب جسمه لفتره طويله، فاصبح ان جلد لينج بقى سميك جدا وممكن يتحمل درجات عاليه من سخونه النار. بس شياو كان متعصب جدا من لينج وبيعرفه ان ده مش تكنيك سري وانما هو بس بيستخدم تقنياته الجسديه. لكن بعد كده شياو بيتغاضى عن الموضوع وبيعرف لينج ان هو حتى لو دمر التنانين بتاعته فما عندوش مشكله، ان لسه عنده حركه مميزه. وهنا لينج لما بدا يبص حواليه بيلاقي ان آلة التنانين الناريه اختفت، بس فجاه بياخد باله ان في زهور لوتس ناريه ظهرت في المكان. وهنا شياو المجنون بيستخدم كل زهور اللوتس دي في انه بيفجرهم كلهم مره واحده في لينج، في حين ما كان عمال يقول للينج انه عايز يشوفه هيمسك كل النار دي ازاي. برضه هنا لينج كان محتار جدا يعمل ايه لحد ما بيقرر يستخدم التكنيك السري التاني بتاعه. والتكنيك السري ده كان ان هو بيتحرك بسرعه كبيره جدا، ومن كتر ما هو كان سريع عمل 5 نسخ في المكان. والكلام ده كان عصب شانكس لانه مستغرب ازاي لينج قدر يكتشف تقنيه عيله المتجوزين، وكمان هو شايف ان لينج بيعملها احسن منه. المهم بنرجع تاني للينج اللي كان عمال بيتفادى كل هجمات شياو بسبب ان شياو ما كانش عارف يحدد مين هو لينج الحقيقي. وفي النهايه بيقرر شياو انه يحبس لينج عن طريق استخدام التحكم في الارض بتاعه، وبالفعل قدر ان هو يحوط لينج من كل مكان بالجدران الحجريه. هو بدا بقى يتفاخر بنفسه وبيقول ان هو جامد جدا وفشيخ وبطل القصه ومهكر العالم ده علشان هو البطل الى اخره يعني. وبعد كده بيبتسم ابتسامه خبيثه وبيبدا يدمج النار بتاعته بالارض علشان يدفن لينج تحت الارض اللي كان اصلا محبوس جوه الصندوق الحجري. وفي النهايه بينجح شياو في دفن لينج تحت الارض. وفي حين ما كانت مومو تشان وبقلز قلقانين على لينج، كان المعلم مو هيتشل لان تصليح الحلبه هيكلفه 5000 حجر روح. المهم بنرجع تاني لشياو اللي كان عمال بيتفخر مع نفسه عن قد ايه هو جامد وفاخر من الاخر وجاي من عالم تاني علشان يفشخ العالم ده. وفجاه بيبطل التفاخر بتاعه لما بيسمع صوت هز ارضيه في الحلبه، وفجاه الحلبه بتتدمر وبتتفشخ لقطع صغيره. ده بسبب ان لينج كان خرج من تحت الارض بكل سهوله يا عزيزي، وده اللي كان مخلي شياو متغاظ ومحتاس ازاي لينج خرج من تحت الارض. فبيقوم لينج معرفه ان الحجاره دي كلها ما كانتش تقيله عليه، وده اللي كان مخلي شياو متعصب جدا وهو عمال بيقول مع نفسه انه مستحيل يخسر. بيمسك السيف بتاعه كده وهو متعصب وبيقول ان هو انتقل للعالم ده علشان يكون البطل، واي حد تاني في العالم ده هو مجرد شخصيه جانبيه. وبعد كده بيبدا شياو في دمج تقنيه البرق والنار والارض في السيف بتاعه علشان يهجم على لينج، بس لينج كان واقف في مكانه ما اتحركش ولا حتى شبر واحد، وده اللي خلى المعلم مو يعتقد ان شياو بلغ شويه في الموضوع. المهم بنشوف بعد كده لينج اللي بيجهز الضربه العاديه بتاعته، واول ما شياو بيهجم على لينج بيوجه له الضربه العاديه فبيكسر السيف لجزئين. فاثناء صدمه شياو اللي ما كانش فاهم ازاي لينج قدر يكسر السيف بايديه، بس فجاه بيشوف لينج موجه له ضربه مباشره، والضربه دي بتعمل انفجار وزلزال في المكان. لكن لينج ما كانش وجه له الضربه بشكل مباشر في وشه، انما وجهها جنبه. وبعد كده لينج بيعرف شياو اللي كان مصدوم ووقع على الارض اصلا ان كده لينج يبقى فاز، ومن الاحسن ان شياو يستسلم. وبعد كده لينج بيغادر المكان وبيسيب شياو مرمي على الارض وراه. والموقف ده كان خلى شياو يتعصب جدا، فبينده على الجن بتاعه وبيقول له ان هو ما ينفعش يخسر دلوقتي، فعلشان كده بيطلب منه يعطي له قوته. فبيحاول الجن يهديه وبيعرفه ان هو حتى لو خسر هيكمل عادي في الاكاديميه، فمالوش لازمه ان هو يبالغ للدرجه دي. بس شياو بيقطع كلامه وبيقول له ان هو لازم يكون مميز في العالم ده، وبيبدا بعد كده يفتكر ذكرياته في العالم بتاعه لما كان مجرد شخص عادي جدا كل الناس بتتريق عليه بسبب ان هو كان بيقرا القصص الخياليه وخياله كان
واسع شويه، ومن كتر ما هو متضايق منهم كان نسى حاجه مهمه، الا وهي ان هو من غير ما يقصد عدى الطريق وما خدش باله ان الاشاره كانت حمراء، فبالتالي جت شاحنه شان خلصت عليه ولقى نفسه في عالم تاني انتقل لجسم واحد برضه اسمه شياو، وكان مسؤول عن مزرعه البهايم، وافراد عيله الشخص اللي هو انتقل لجسمه كانوا بيتنمروا عليه برضه. بس كل حاجه اتغيرت مع شياو لما لقى الخاتم السحري اللي موجود في الجني، وبيفهمنا بعد كده ان الجني ده كان في الاساس مقاتل قوي جدا من مستوى الكارثه. فهنا الجني بدا يساعد شياو على زياده قوته لحد ما بقى شياو قوي جدا لدرجه ان هو ضرب كل المتنمرين اللي كانوا في عيله الشخص اللي انتقل لجسمه. ومن هنا بداوا الناس يحترموا شياو لما بيشوفوه قوي، فعلشان كده شياو بيقول دلوقتي انه هيثبت للعالم انه مش فاشل. وبالنسبه للناس اللي كانوا بيتنمروا عليه في العالم بتاعه فهو ما عادش مهتم بيهم لانه هيكون بطل القصه في العالم ده، بما انه بيعتبر نفسه دلوقتي محور الكون. وبعد كده بيرجع يطلب تاني من الجني انه يمد بقوته، فاخر ما الجني بيزهق منه وبيقرر ان هو يمد بقوته وخلاص. وهنا بيبدا الجن في انه يجمع الطاقه بتاعته علشان ينقلها لشياو، وقبل ما بينقلها لشياو بيعرفوا ان الطاقه ديت هتكفيه لهجوم واحد بس. وبعد كده بيبدا الجني في نقل جزء من طاقته لشياو، في حين ما كان المعلم هونج لونج هو والمعلم مو مستغربين ان طاقه شياو الروحيه اتغيرت، وده بسبب ان الجني مد شياو بطاقه لحد ما شياو وصل لمستوى الطاقه الروحيه الذهبيه. والجني بيعرف شياو ان هو كان ممكن يزوده بطاقه اكتر من كده، بس جسم شياو مش هيستحمل وممكن ينفجر. بس شياو ما بيهتمش بالموضوع ده، وبيبدا بعد كده يجمع في الطاقه بتاعه الجني علشان يحولها كلها لهجمه واحده يوجهها للينج. بس قبل اي حاجه بيرمي على لينج عنصر الميه علشان يكتفه، وبالفعل لينج بيتحبس جوه فقاعه مائيه ما بيقدرش فيها يتحرك كويس. كل ده بيحصل في حين ما كانت فوكسي متعصبه جدا وهي بتعرف المعلم يانلي ان شياو وصل لمرحله الطاقه الذهبيه، فاكيد هو مش طالب مبتدئ. بيرد عليها المعلم يانلي وبيعرفها ان هي ما بتمتلكش دليل، فطالما مش بتمتلك دليل من الاحسن انها ما تتدخلش في اللي ملهاش فيه. المهم بنرجع تاني لشياو اللي كان حبس لينج في فقاعه مائيه. بعد ما جهز الضربه الخارقه بتاعته بيجري على لينج علشان يضربها فيه، فبدا لينج انه يحاول يهرب من الفقاعه المائيه، فبيستدعي شياو اعشاب بحريه علشان يكتف بها لينج، وده اللي خلى لينج ما عادش عارف يتحرك في الميه بسبب ان شياو وضع قوه روحيه في الاعشاب المائيه. المهم بيرجع تاني شياو علشان يجهز الضربه بتاعته، وبيقرر انه يدمجها بالدم بتاعه، اي بمعنى انه هيمد الضربه ديت بجذور روحيه من جسمه. وده اللي الجن نصحه انه ما يعملش كده، لان الحركه اللي بيعملها دي خطيره جدا وممكن تاثر على مستقبله سواء بقى في قوته الداخليه او الروحيه او حتى الجسديه. وبرضه شياو مش بيهتم الكلام الجني، وبيبدا يجمع كل العناصر في ضربه واحده، في حين ما كان بيقولوا انه لازم يتخلص من لينج علشان ما يكونش عقبه ليه في المستقبل. وبعد ما شياو جمع كل الطاقه الجباره ديت بيتجه ناحيه لينج علشان يخلص عليه. والطاقه الجباره اللي هو جمعها ديت كانت على وشك تدمر الاكاديميه كلها، وكل الطلاب كانوا بيحاولوا يهربوا بجلدهم علشان ما يموتوش. فبيقرر المعلم مو انه يتدخل بسرعه علشان ينقذ الطلاب، وبيصنع درع روحي من الطاقه الداخليه بتاعته. المهم بنرجع لشياو اللي وجه الضربه بتاعته لينج، ولينج كان محبوس في الميه، بس بعد كده بيفك نفسه من الاعشاب البحريه علشان يوجه ضربه مضاده لشياو، في حين ما كان شياو مستغرب ازاي لينج قدر يفك نفسه. وقتها لينج بيقول لشياو ان هو عنده ناس مهمه لازم يحميهم، وهنا هو كان يقصد عيلته الشيطانيه اللي كانوا مستنيينه علشان يحررهم. المهم بيكون فات الاوان، ضربه لينج بتتلاقى مع ضربه شياو، الضربتين دول بيعملوا انفجار قوي جدا ما بين لينج وشياو. وبالفعل زي ما الجني قال شياو ما كانش قادر يتحمل موجات الطاقه دي، وبيحصل انفجار قوي جدا في الحلبه بيفشخها حرفيا. من كتر ما الانفجار ده كان قوي كل الطلاب عمالين بيشكروا في المعلم مو انه لو ما كانش عمل درع روحي من طاقته كان زمانهم كلهم ماتوا دلوقتي. وهنا المعلم مو كان اخد باله من حاجه، ان ضربه لينج اللي وجهها لشياو من شويه ما كانش فيها اي طاقه روحيه او داخليه، فبدا يستغرب لينج بيمتلك الطاقه ديت ازاي. المهم بنشوف بعد كده شياو اللي بيكون مرمي على الارض، والجن عمال بيقول له ان هم كده خسروا ولازم يستسلموا للامر الواقع. بس شياو بيقطع كلام الجني وبيعرفه ان هو مش هيستسلم طول ما هو لسه عايش، لانه مستحيل يخسر ضد واحد زي لينج علشان هو الشخصيه الاساسيه في العالم ده في اعتقاده الشخصي طبعا. بس فجاه شياو بيشوف ايد لينج قدامه. هنا لينج المره دي قرر علشان يستريح من الغبي ده يطلعه من الحلبه علشان يخسر وتنتهي الجوله. وضربه لينج البسيطه ديت لشياو كانت تخليه يفقد وعيه. بعد كده بيجي لينج وبيعرف شياو ان سمع القصه اللي هو كان عمال بيقولها من شويه، انه من عالم تاني وانتقل لهنا لما الشاحنه خبطته، فعلشان كده لينج بيعرف شياو ان هو كمان جه من عالم تاني. لكننا بنشوف بعد كده المعلم يانلي اللي كان متضايق كالعاده عزيزي ومتغاظ لان لينج طلع اقوى مما كان يتخيل، وهزم حتى شياو اللي ما كانش متوقع انه يهزمه. بس لينج مش بيهتم وكان فرحان جدا، حتى ان هو راح يحتفل مع فوكسي ومومو تشان، لحد ما بيسمعوا كلهم صوت بطن لينج لانه كان هيموت من الجوع. فبيطمنوا مومو تشان وبتقول له ما تقلقش ايه الحل عندي، وبتقوم مطلع له حته ورك فرخه عملاقه من مكان ما. اعتبر يا عزيزي انها استخدمت كره دراجون بول السحريه. ما علينا. بيبدا لينج مومو تشان ياكلوا في قطع اللحمه العملاقه، وده اللي كان مخلي فوكسي متغاظه جدا من مومو تشان، عايزه تموت البت ديت باي شكل كان. وكالعاده بيجي المعلم يانلي يقطع اللحظات الجميله لانه بيكره لينج بدوره، وبيقول للينج ان هو لو ما خرجش حالا من الحلبه فهيعتبر ان هو عايز يكمل القتال مع شياو. فبيعتذر له لينج، وفي نفس الوقت بيكون افتكر موضوع شياو
وده اللي خلى لينج ياخد قطعه اللحمه العملاقه ويتجه ناحيه شياو، وهو هنا اتجه ناحيه شياو وساله لو كان جعان وعايز ياكل معاه، لكن شياو ما بيردش على لينج، لا وبيتعصب من لينج كمان وبيعتقد ان لينج بيشفق عليه، فعلشان كده بيغادر المكان وهو متضايق. ولما حاولت فوكسي ان هي تهجم على شياو ده اخر ما زهقت منه، بيهديها لينج كالعاده وبيعرفها ان هو مش عايز يأذي واحد من نفس بلده، ودي الحاجه اللي كانت مخليها مومو تشان وفوكسي مستغربين ازاي شياو ولينج من نفس البلد. ما علينا، بنشوف شينو بعد كده كان عمال بيتف في الارض وبيلعن في شياو، بيقول مع نفسه دلوقتي ان الواد ده كان مفكر نفسه بطل الابطال ومحور الكون، طلع في الاخر خورونج. وفجاه في اثناء تفكيره ده بيبلع غرامه على وشه، واللي اداله الغرامه ديت معروف طبعا المعلم شيفو، والمعلم شيفو بيعرف شينو ان البصق على الارض في الاكاديميه ممنوع. غرامه البصق على الارض في الاكاديميه هي 100 حجر روحي، فلما بيحاول شينو انه يعترض بيفتكر ان ده المعلم شيفو ما ينفعش يعترض معاه، فعلشان كده بيقرر في النهايه انه يدفع ال 100 حجر روحي، في حين ما كان عمال بيقول ان لينج هو السبب في كل اللي بيحصل ده. وكالعاده لينج بيحس بقشعريره بسبب ان في حد بيجيب في سيرته وهو شينو. بعد كده بنشوف مومو تشان اللي كانت بتعرض على لينج انه ياكل مخلل لانها معاها برطمان مخلل، لكن للاسف لينج ملحقش يدوق المخلل لان ديدي جت وبتتحداه في مواجهه. كالعاده كانت متضايقه ومتغاظه وغيرانه وبتكره لينج، لحد ما بيجي المعلم يانلي وبيقول لها ان خلاص ما ينفعش تواجه لينج لان لينج لسه مواجه من شويه شياو، لكنها بتتجاهل المعلم يانلي وبتعرف لينج انه بصراحه قوي جدا واثار اعجابها، حتى انها انصدمت لما لقته هزم شياو بكل سهوله، والكلام ده كان زعل شياو جدا، علشان كده كالعاده بدا يلعن في لينج. المهم بترجع ديدي تقول لشياو ان هو لو ما كانش هيستخدم الاساليب الشيطانيه بتاعته هي مضطره تواجهه بكامل قوتها علشان تجبره يستخدم الاساليب ديت ويكشف نفسه، وده اللي كان مخلي لينج متوتر جدا، وهو عمال بيقول في نفسه ان هو زهق من البت دي، هي ليه بتكرهه كده، هو عمل لها ايه؟ المهم بيقطع كلامها المعلم يانلي وبيفكرها للمره الثانيه انها مش هتقدر تواجه حد من غير موافقته، فبتقوم مطلعه سيفها وبتعرفه ان هي مش هتجبر اي حد لكنها بتتحدى كل المقاتلين اللي هنا، وبالفعل كل الطلاب اتحمسوا عشان يهزموا ديدي بنت ملك السيف من طائفه السيافين. المهم بنشوف بعد كده شياو اللي كان مبسوط جدا ان البنت اللي بيحبها قويه جدا وقدرت تتحدى الكل، ده المتوقع من بطل القصه في اي منهاو. بس الجن بيقول له يا اسطى انت بتحبها صحيح، بس الجن شايف انها بتتكلم عن لينج اكتر من اي حاجه. بس بعد كده الجن بياخد باله من حاجه وبيفكر شياو ان هو سمع لينج بيقول ان لينج كمان جاي من عالم تاني، فهنا بينصح شياو انه من الاحسن يتجنب لينج لان كده لينج اهميته وقوته لا تقل حاجه عن قوه شياو، بل ويكاد يكون اقوى منه كمان. لكن يا عزيزي كالعاده شياو ما بيحرمش، بابتسامته الخلابه الحساله بيقول للجني ان هو لازم يواجه شياو، وهو كده عدو اللدود بما انهم جايين من نفس العالم، وواحد منهم بس هو اللي هيكون بطل القصه دي. وده اللي كان مضايق الجني كان عمال بيقول مع نفسه هو ليه المتخلف شياو هو اللي لقى الخاتم بتاعه بدل ما لينج هو اللي يلاقي الخاتم بتاعه. وكالعاده شياو بيغرق في احلام العصر بتاعته، بابتسامته الخنفشاريه بيقول انه هيخلي الكل يخضع تحت رجليه بما انه بطل القصه ومحور الكون والكل بيفكر فيه، كل البنات هتحبه، هيكون اغنى الاغنياء، هيكون رئيس الدوله، بعد كده هيسيطر على العالم. نسيبنا من الحساله ده وبنروح بعد كده للمعلم مو والمعلم هونجلونج. كان المعلم مو بصراحه متحمس جدا انه يشوف ديدي بتقاتل كل الطلاب، فعلشان كده المعلم مو بنفسه بيروح يسال ديدي لو كانت متاكده ان هي عايزه تواجه كل الطلاب لوحدها، فبتقوم ديدي مأكده على طلبها وبتعرف المعلم مو ان هي مش عايزه تضيع وقت في الفاضي، ومن الاحسن بالنسبه لها انها تواجههم كلهم دفعه واحده. وفي نهايه المطاف بيوافق المعلم مو وبيعرف كل المعلمين والطلاب انه موافق على طلب ديدي بانها تواجه كل الطلاب لوحدها. واول يا عزيزي ما بيقول كده على طول مباشره كل الطلاب بكل العناصر من كل مكان بيهجموا على ديدي، فبتستعد ديدي كده وبتصنع كميه سيوف روحيه كتيره جدا، ده في حين ما كان في شخص بيهجم عليها من السما، والشخص ده كان ابن زعيم طائفه المجانين، وده اللي كان اثار اهتمام ديدي بشجاعه المجنون ده، فعلشان كده بتصنع سيف عملاق بطاقتها الروحيه وبتوجه ضربتها لضربه ابن زعيم المجانين، فبيحصل انفجار طاقه كبير جدا في المكان يطير كل الطلاب من على الحلبه. وبالنسبه لابن زعيم المجانين فهو بيوصل قدام جايبو وبولس، ده اللي كان اثار اهتمام جايبو، وهو عمال بيقول في نفسه ان ابن زعيم المجانين بضربه واحده من ديدي خسر وخرج من الحلبه، وبيبداوا هما الاثنين بقى يقولوا قد ايه ديدي قويه وفعلا تستاهل كل الضجه اللي عليها. لكن بولس كان اخد باله من حاجه وبيسال جايبو هو ليه ما شاركش في المواجهه دي، فبيبتسم جايبو كده بكل فخر وبيقول له عيب عليك، انت عايزني اشارك وانا عارف ان انا هخسر ولا ايه؟ انا ما بشاركش في معارك متاكد ان انا هخسر فيها. المهم بنرجع لديدي اللي كانت لاحظت ان في دخان وراها وفي شخص بيهجم عليها فجاه، لكنها بتتفادى الضربه دي وبتقوم ضرباه بالرجل بتطيره بعيد. كان في 2 من الطلاب عمالين بيراقبوا ديدي من بعيد علشان يلاقوا ثغره ما تكونش ديدي مركزه فيها فيهجموا عليها فجاه ويهزموها، وبالفعل بيروحوا يهجموا على ديدي فجاه، لكن ديدي بتستخدم تقنيه الطاقه الروحيه بتاعتها وبتطير في السماء عزيزي في اثناء صدمتهم كلهم. فبدا كل الطلاب يعتقدوا ان ديدي وصلت للمرحله اللي بتقدر تطير فيها، بس لا، بولس بيفهمنا انها استخدمت الطاقه الروحيه بتاعتها وصنعت سيف
سيف وعماله بتحرك السيف ده وهي واقفه فوقه، فتقريبا كده تعتبر طيران بس على السيف. المهم بالنسبه لديدي فكانت متضايقه جدا اول ما سمعت كلام شانكس كان عمال بيقول لها انها هربت من المواجهه اول ما حست ان هي هتخسر، وعلشان ديدي اتضايقت من كلامه ده بتصنع سيوف كتيره جدا بالطاقه الروحيه بتاعتها، وكل السيوف دي بتنزل زي المطر على كل الطلاب اللي كانوا بيواجهوها، فبتخلص عليهم كلهم دفعه واحده بكل سهوله. بما في ذلك شانكس لانه كان ضايقها وعصبها من شويه رغم ان هو ما كانش بيواجهها اصلا. ما علينا، بدانا ندخل في الاحداث المهمه، لان كان في واحد ما بين الطلاب عمال بيتفرج على ديدي، والشخص المقنع ده كان عمال بيقول ان قوه ديدي زادت عن ما كان يتذكر. المهم بنشوف بعد كده المعلم يانلي بيعلن ان ديدي فازت في الجوله ديت قدام كل الطلاب، بس ديدي ما بتهتمش بالمعلم يانلي وبيتجه نظرها بعد كده ناحيه لينج وبتساله لو كان هيجي يواجهها دلوقتي ولا لا، فبيتجه لينج الحيط عشان يواجهها، بس بيسالها لو كانت عايزه ترتاح او حاجه بعد ما واجهت كل الطلاب دول، فبتقوم ديدي بصلهم كلهم كده وبتعرف لينج انهم كانوا ضعفاء جدا، فعلشان كده هي مش حاسه بالتعب وما استنزفتش طاقه كبيره في مواجهتهم، والكلام ده كان نزل عليهم كلهم زي الاسهم. المهم هنا المعلم مو بيعرف المعلم هونجلونج ان المباراه ديت هتكون مثيره جدا للاهتمام، فعلشان كده بيطلب منه يتخلص من كل الطلاب علشان يعرف يتفرج ويتخلص. هنا كان قصده يعني ان المعلم هونجلونج يستخدم المروحيات الطائره بتاعته اللي بيرسلها ناحيه الطلاب علشان يشيلهم كلهم ويخرجهم بره الحلبه. المهم لينج كان لسه رايح يسال ديدي هي ليه بتوجه له كل الحقد ده رغم ان هو ما عملهاش اي حاجه، فبتقوم ديدي معرفاه ان هي عارفه كويس انه شيطان وعايزاه يستخدم الاساليب الشيطانيه بتاعته علشان تكشف هويته لكل الموجودين. بص يا عزيزي، لينج بيقول لها ان هو اصلا لا عنده طاقه روحيه ولا طاقه داخليه ولا جذور روحيه ولا هم يحزنون، فازاي هيكون مقاتل شيطان؟ لكنه بعد كده بيقول لها ان هو حتى لو كان شيطان او ايا كان فهو ما عملهاش اي حاجه تسيء ليها، وشايف ان هي مكبره الموضوع جدا وبتحاول تموته على الفاضي. كلام لينج كان عصب ديدي وبيتعرفه ان هو ما يعرفش ماضيها واللي حصل معاها علشان تكره الشياطين للكره ده، ومن كتر ما هي اتعصبت بدات قوتها تتسرب لدرجه ان لين استغرب من تغير هالتها المفاجئ، وفجاه ديدي بتعمل انفجار طاقه كبير جدا في المكان، والانفجار ده كان بسبب انها صنعت سيف روحاني بيتجه ناحيه لينج علشان يخلص عليه، فبيقرر لينج انه ينط في السماء، وكانت النطه بتاعته عاليه جدا فقدر ان هو يتفادى الضربه بتاعتها، وبيبقى لسه لينج رايح يحتفل بقد ايه هو فجر وجامد وتفادى الضربه دي بكل سهوله، الا ان احنا بنشوف بعد كده ديدي اللي كانت جايه من ورا لينج وهي راكبه على السيف الطائر بتاعها، وهنا ديدي كانت بتصنع سيف عملاق بطاقتها الروحيه، والسيف ده بتوجهه ناحيه لينج، والمره دي لينج ما قدرش يتفادى الضربه ديت بل وجات فيه وفجرت المكان كله، وفي حين ما كانت ديدي مستنيه الغبار يختفي من المكان علشان تشوف لينج مات ولا لا، كان المعلم هونجلونج بيقترح على المعلم مو ان من الاحسن يوقفوا الاختبار ده لانه بيعتقد ان ديدي بتبالغ في شويه في الموضوع، بس المعلم مو بيطمن المعلم هونجلونج وبيعرفه ان هو موجود علشان لو حصل حاجه غير متوقعه وهيحميهم كلهم، لكنه دلوقتي مستمتع بالقتال ده. المهم بنرجع للينج بعد ما الغبار اختفى من المكان، بنشوف ان لينج قدر يصد السيف بايديه الاثنين. ملحوظه عزيزي المشاهد، الحركه دي حقيقيه بجد، بيقدر الواحد يصد السيف بايديه الاثنين بشرط انك انت تمسكه من الجانبين زي ما لينج عمل كده، وملحوظه اوعى تفكر تعملها لانك محتاج سيف علشان تعملها. المهم بنرجع لديدي اللي كانت متعصبه جدا كالعاده لان لينج لسه على قيد الحياه، وخصوصا ان لينج لحد دلوقتي ما استخدمش اي تقنيه شيطانيه، وهي عايزه لينج يستخدم تقنيه شيطانيه علشان تفضحها، فبتقرر انها تصنع سيوف كتير جدا بطاقتها الروحيه، وكل السيوف ديت بتوجهها ناحيه لينج، بس كالعاده لينج كان هادي جدا بياخد نفس عميق وبسرعه البرق بيتحرك بسرعه شديده جدا لدرجه انه قدر يمسك كل السيوف دي الروحيه بكل سهوله عزيزي المشاهد. والمشهد ده كان مألوف جدا بالنسبه لشينو، على الاقل هنا شينو اتاكد انه مش ضعيف، هو بس لينج قوي جدا. المهم لينج بعد ما مسك كل سيوف ديدي بيكرمشهم كده في بعض على شكل كوره، وبيعرف ديدي ان هي مش هتقدر تهزمه، فبينصحها ان من الاحسن انها تستسلم، بس هنا ديدي بتقول له انت عايزني استسلم، وبتاخد دور الضحيه على اساس ان لينج عمل لها حاجه. المهم يعني هي عايزه تورينا الفلاش باك بتاعها وخلاص، فبنعرف ان من 10 سنين في جبل طائفه السيافين كانت ديدي بنت كيوت واموره جدا، بصراحه احلى من دلوقتي. المهم عزيزي كانت ديدي مبسوطه جدا لانها لاول مره قدرت تصنع سيف روحي من طاقتها الداخليه، وده خلى مامتها فرحانه جدا، عشان كده بتروح تقول لها قد ايه هي شاطره وذكيه وموهوبه والخ يعني تشجيع امهات، وبتعرف ديدي انها علشان ذكيه ومجتهده فالنهارده بتضحي وهتطبخ لها مكرونه بالبشاميل، لحد ما بيجي والد ديدي سيد السيف بيقول لمراته ما تشجعش بنتهم علشان ما تكونش مغروره في المستقبل، لانها لو بقت مغروره في المستقبل مش هتقدر تزود قوتها، والكلام ده كان عصب مامة ديدي، فبتقول له انها بتحب بنتهم وعايزه تشجعها، وبتفكر والد ديدي ان هو لما كان بنفس عمر ديدي كان بيعملها على نفسه، وبعد كده من كتر ما هي كانت متعصبه بتاخد ديدي وبتروح تتمشى شويه، بس هنا ديدي في اثناء ما هم كانوا ماشيين بتعرف مامتها ان بصراحه باباها معاه حق وهي لازم تتحمل المسؤوليه وتتدرب لحد ما تكون قويه علشان هي هتكون الوريثه المستقبليه، وبالفعل بنلاقي ان ديدي بدات تتدرب وتجتهد في التدريب علشان تزود قوتها الداخليه، تتعلم ازاي تتحكم وتصنع سيوف،
ضيوف، فبيسلم عليهم سيد السيف وبيعرفهم ان هو هيغادر، لكنه في الحقيقه كان عامل نفسه مغادر وراح اختبأ كده في الزاويه وبدأ يعيط يا عزيزي، وبيقول ان بنته كيوت وحلوه جدا وهو بيحبها، لكنه مش لازم يبين لها الجزء الحساس منه. وفجأة بتظهر ام ديدي جنبه وبتنصحه ان هو يوطي صوته لو ما كانش عايز حد يسمعه، وبعد كده بتسأله لو كان بيحب بنته بجد ليه بيتصرف معاها بالقسوه دي. بيقوم سيد السيف مفهمها ان هو صحيح بيحبها لكنه مش عايز يدلعها ويخليها بنت مدلله، خصوصا ان هي هتكون ورثته لازم تشيل هم المسؤوليه من دلوقتي، ده غير كده ان هو عنده كرامه. بس ام ديدي بتقول له كرامه مين يا ابو كرامه، ده انت لسه معيط من شويه. فعلشان كده سيد السيف بيحاول يغير الموضوع وبيعرفها ان ده جزء من تضحيته المستقبليه، هو صحيح بيضحي بمشاعره دلوقتي بس كله في سبيل المستقبل. لكن بعد كده بيبتسم في حين ما كان عمال بيتفرج على ديدي اللي كانت عماله بتتدرب على التحكم بالطاقه الداخليه، بيقول ان هو شايف ان بنته مميزه وذكيه جدا على غير الطلاب اللي في سنها. بعد كده بالليل في جبل طائفه السيافين كانت لسه ديدي لحد دلوقتي بتتدرب، في حين ما كانت عماله بتقول في نفسها انها لازم تستحمل المسؤوليه وتزيد قوتها علشان هتكون وريثه لعيله السيافين، لكن فجاه بيظهر ظل عملاق من وراها، ده في حين ما كانت مامة ديدي طبخت لبنتها المكرونه بالبشاميل زي ما وعدتها الصبح، بس فجاه بتاخد بالها من شيطان ظلام، وشيطان الظلام ده كان واقف على سور بيتهم وبيستعد علشان يهجم على ديدي ويخلص عليها، فبترمي ام ديدي الاكل وبتتجه بسرعه علشان تحمي ديدي، لكن ديدي هنا كانت منعزله تماما عن العالم لانها كانت عماله بتتامل علشان تسيطر على طاقتها الداخليه وما هيش عارفه ان في معركه بتحصل وراها. وفجاه بتصرخ على مامتها وبتقول ان هي على وشك الانتهاء من التدريب، وبالفعل بتكون انتهت من التدريب وكانت فرحانه جدا وبتعرف مامتها ان هي خلصت التدريب اخيرا. لكن في الوقت ده شيطان الظلام كان متجه علشان يموت ديدي، في حين ما كانت مامتها بتطلب منها انها تهرب بسرعه وتطلب المساعده من باباها، لكن كان فات الاوان وشيطان الظلام هجم على مامة ديدي، واللي حصل ده بيعمل انفجار قوي جدا في المكان. فعلشان كده سيد السيف يجمع المقاتلين وبيتجه علشان يشوف ايه اللي بيحصل، فهنا بينصدم من المشهد اللي هو شايفه، شيطان الظلام طعن ام ديدي اثناء ما كانت بتحاول انها تحمي ديدي، وبسرعه سيد السيف بيستخدم تقنيه السلاسل الروحيه بتاعته فبيقدر ان هو يربط شيطان الظلام، وبينط بعد كده في السماء بتقنيه السيف الروحي بتاعه، فبيقدر ان هو يخلص على شيطان الظلام بكل سهوله. بعد كده بيروح يسال ام ديدي لو كانت كويسه، بس هنا ام ديدي كانت اصلا بتتنفس بالعافيه وبتبص له كده وبتعتذر له لانها مش هتقدر تكمل معاه بقيه حياتها زي ما كانت وعدها، وللاسف دلوقتي هتسيب له مسؤوليه تربيه ديدي لوحده، وبتموت ام ديدي، وده خلاهم كلهم مصدومين، ما كانش حد قادر يتكلم ما عدا ديدي اللي كانت مفكره امها اغمى عليها بس. لكن سيد السيف بيبص لديدي كده وبتقول لها تسمع كلامه وتركز فيه كويس، بيحط ايده في جيبه في حين ما كان عمال بيعيط وبيطلع سيف روحي مميز جدا مصنوع من طاقته ومن طاقه ام ديدي، بيعرف ديدي انها لما تواجه الشيطان في يوم من الايام تقتله بلا رحمه علشان تنتقم لامها.